هذا كيكة متجربة ومضمونة ومقاديرها مظبوطة جدا. يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. معانا كوباية وربع سكر عادي وكوبايتين دقيق ومعاهم كيس بيكنج باودر وكيس معلقة، على فكرة الكيس مش كبير لأن هو بقى معلقة واحدة، ورشة ملح وثلاث بيضات حطيت عليهم ربع معلقة فانيليا ونص كوباية زيت على سمنة أو زيت على زبدة وكوباية لبن، وضفت كوباية اللبن على الزيت اللي هو مخلوط معاه زبدة وبسيبهم على جنب، مش هستعملهم دلوقتي. بضيف بقى الثلاث بيضات وعليهم الكوباية وربع سكر وبضرب بالمضرب الكهربائي كويس قوي لغاية ما البيض يبيض ويعلى وسمكه يبقى سميك شوية مش خفيف. ببتدي بقى اضيف الدقيق وانا بنخله كده، بنخل الدقيق اللي هما الكوبايتين دقيق بنخله على الخليط اللي انا ضربته بالمضرب وبقلب كويس قوي. الخليط بيبقى سميك، ما نخافش لان المقادير دي زي ما قلت لكم ان هي مضمونه ومتجربه. بجيب بقى كوبايه اللبن وعليها نص كوبايه الزيت على السمنه او الزيت على الزبده وبحطها في الميكرويف لغايه ما تبقى سخنه، او احطها في كسرولة على النار لغايه ما توصل لمرحله قبل الغليان، وابتدي اقلب 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 لغايه ما كله الخليط بقى يتفكك ويبقى ناعم وكله يتجانس ويمتزج كده مع بعضه ويبقى بالشكل ده. بكون بقى مجهزة صينية مستطيلة مقاس 25 في 30 أو مدورة مقاس 26، وبحط فيها خليط الكيك، بكون دهنها سمنة وبحط فيها خليط الكيك. ولو هي صينية ألمونيوم مثلا بحط رشة دقيق عشان ما تلزقش، مهم جدا الدقيق مع الصواني الألمونيوم. وبحط خليط الكيك بدخله على درجة حرارة 170 درجة متوسطة يعني، وبحطها في الرف الوسطاني. وقبل ما ادخلها كده بعمل كده بالخل، بطلع فقاعات الهواء او عشان تطلع كيكة ما فيهاش فراغات، فبطلع فقاعات الهواء بالشكل ده بأي حاجة رفيعة بسن سكينة مثلا او بالخله، بتطلع بقى معايا كيكه بالشكل ده متساويه هشه طريه ما فيهاش فقاعات، ماسكها ناعم، فيها كل مواصفات الكيكه الناجحه. انا كده خلصت الكيكه بتاعتي النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويا ريت لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ونتقابل على خير باذن الله في وصفه جديده.